للتوضيح، أولا حصل الموت في ظرف مفاجئ جدا لنا، يعني أنا عن نفسي كان ظرف مفاجئ لي جدا. وانتقلنا إلى بيت شقة المرحوم أنا وبعض الزملاء جزاهم الله خير، ونقلنا المرحوم إلى مستشفى أول المستشفى رسالة، فكان ما كانش متاح المستشفى، ورجعنا إلى مستشفى الجزيرة، واجتمعوا عليه الدكاترة وعملوا له كل اللازم، لأنه خلاص قد كان فارق الحياة يعني الله يرحمه. فإحنا في ربكة، وما عاد كان في وضع إلا إنه يدخل الثلاجة لحتى نتواصل بأهله وأخوانه إيش اللي نقرره. وكان الحال إنه نقبره في مصر نسافره، في الأخير اتخذنا القرار إنه يسافر بلده ويقبر في محبيه وأهله وناسه يعني. اللي حصل دخلنا الثلاجة، تابعنا الموضوع كيف هانا في مصر إجراءات مختلفة، لابد من تقرير، وبعد التقرير حضور وزارة الصحة، لابد من وزارة الصحة في يسموه أمر على أساس أنه نحجز على ضوءه، وبعدين في شهادة وفاة وأمر دفن يسمى. بكرنا اليوم الثاني لأنه كان الوقت الساعة 4 الفجر، وصلنا وبكرنا الصبح بدأنا بالإجراءات، وقطعتنا الوقت قطعنا بعد الظهر من الدوام انه نتاجل اليوم الثاني. قلنا لحتى انه نلقى حاجز الطيران، واحنا في ربكه وفي حاله يلا توفقنا انه كيف لقينا حاجز الطيران الذي هو يومنا هذا. بعد هكذا دخلنا في موضوع كيف نغسله ونجهزه، والسياره، التوضيح للسياره اللي بيقولوا السياره اللي حملناها عليها. السيارة يا سيدي أولا هذه في مصر عندهم نظام، وهذه دولة غير دولتنا وبلاد غير بلادنا، عندهم نظام أنه ممنوع أي سيارة ملاكي، هذا للسيارات مخصصة عليها رقم وخصوصية بهذا الشيء ومكتوب عليه للموتى. وكلامي هذا بيفهموه الناس كثير الذي تعاملوا مع هذا النظام والذي تعاملوا معها في هذه البلد، وعارفين هذه السيارات إني للموتى وحتى تحمل رقم خاص. كان صح في سيارات بتكون أفضل من هكذا، ولكن في الوقت نفسه الذي احنا نشتي نطلع هذا الرجال نطلعه إلى المطار، احنا ملتزمين بوقت محدد كون ان احنا حاجزين له ولا أفراد أسرته اللي معه، فاحنا ملتزمين بميعاد محدد وبوقت محدد، لابد ما نصير نغسله. غسلناه، بدأنا من الساعة 12:30 أو تواجدنا في المستشفى، جهزنا عشان طلعناه إلى وزارة الصحة، عشان لأنه ضروري حضور الميت. هذه الصورة اللي تصوروها بعض الناس الذي لا فيهم خير، ان هذه الصور وهو في وحوش وزارة الصحة، عشان يخرج الأطباء يفحصوه ويستكملون إجراءات شهادة الوفاة. هذا نظام احنا لا نقدر نخترقه، ولا انا قادر وزملائي قادرين نعمل له طيارة خاصة يتشلوا للمطار، مش بالسيارة بس. ممنوع أي سيارة تحمل هذه الجنازات أو الجثمان، ممنوع جدا. اسألوا الناس، ممنوع في هذه الدولة، ممنوع ممنوع ممنوع. صح قد يكون في، قلت لكم سيارة تكون أفضل من هكذا، قالوا لنا الشركة المكتب الذي متعهد، هذه شركة متعهدة عن طريق السفارة ووزارة الصحة، لابد ما تخرج وهي اللي تستلم الميت وتكمل إجراءاته وتطلعه المطار. قالوا بس هذا الموضوع تشتلك يومين 3 أيام وترتيبات أخرى، واحنا مستعجلين، لابد ما يطلع الرجل هذا الى المطار لظروف غير ارادتنا، يعني والله ما هي بارادتنا، والله العظيم، والله اما انا بالنسبه لي والله العظيم والله العظيم والله العظيم اني اتمنى اني اشيله فوق راسي، فوق راسي اشيله هكذا لو ما اوصله الى بلاده، ولكن هذا الذي قدرنا ان احنا نعمله. وانا ارجو من الاخوان والمحبين والاحبه انهم يتلمسوا لنا العذر، احنا عملنا بجهدنا يعني، هذا اللي قدرنا نعمله، والا نحو اخونا والله انه يستاهل نطرحه في رموش عيوننا، ولكن الحمد لله ما شاء الله كان، والله يرحمه، الله يرحمه ويتقبلوا بواسع رحمته، وانتم ادعوا له بدل ما تجلسوا تبلبلوا على هذا الكلام. والان بيوصل هو ان شاء الله على الساعه 3:30 أو 4 اليوم، يوم هذا الفجر في عدن، وان شاء الله تقوموا وتعملوا له بإذن الله وتعوضوه بأحسن موكب وبأحسن تشييع جنازات. وتحياتي لكم والمسامحة
إذا طلت عليكم وأنا آسف جدا وآسف جدا. تحياتي لكم.